إعلاميا بكثافة بأنه هذا الاستفتاء ناجح جدا. وفي الحقيقة طبعا دي ما أهل دارفور. أديك مثال بسيط. القوات النظامية تتكون من الجيش، من الشرطة، من قوات الدفاع الشعبي، الاحتياطي المركزي. هذه القوات سمح لها بأن تمارس حقها في الاستفتاء. القوات دي نظامية، أي بتتكون من جميع السودانيين. هل هؤلاء كلهم دارفوريين؟ انتخابات مزورة بما لا يدع مجال للشك شجبت الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة غلغة، وجميع من المنظمات الحقوقية والأحزاب السودانية شجبت ونددت بهذا الاستفتاء الباطل. إذا لماذا تخافون أو تخشون من تداعيات هذا الاستفتاء؟ يعني إذا كان يعتبر غير شرعي ولا يوجد أي مشاركة من قبل الشعب في دارفور، لماذا تخشون من نحن لا نخشى لأنه نحن ليس جزء من هذه العملية. نحن لا نخشى من شيء، بل أن نحن نوضح الحقائق للمجتمع الدولي لكي يعرفها. نحن لا نخشى من هذا، لأنه هذا الاستفتاء يعني ما حيغير بالنسبة لمواقفنا ولا لمطالبنا بأي شيء. مطالبنا واضحة وصريحة جدا. تتوجهون بهذه المطالب لمن؟ نتوجه لهذه المطالب للمجتمع الدولي، للأمم المتحدة، بأنه تسعى سعي جاد وحسيس بأن تسلم الرئيس السوداني عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية لمنعه من ارتكاب سياسة الأرض المحروقة في دارفور. نعم، برأيك لماذا لا يهتم المجتمع الدولي بهذا الموضوع؟ لا نتحدث كثيرا عما يحدث في دارفور، ما الأسباب وراء ذلك؟ المجتمع الدولي هو مهتم بهذه القضية، لكن هذه قضية شائكة ومعقدة جدا جدا، ولها تأثيرات في المحيط الداخلي والإقليمي. المجتمع الدولي هو يهتم بهذه المشكلة، ولكن المشكلة عميقة يعني. ولكن إرادة الشعوب في النهاية هي بتنتصر. نحن نوجه رسالة لأهلنا في دارفور، نقول لهم قاطعوا الانتخاب، قاطعوا الاستفتاء، ما تمشوا لصناديق الاقتراع، أبقوا في بيوتكم، لا يغشكم أحد. ما في واحد يستطيع أن يزيف إرادتكم. إرادة الشعوب لا تقهر، وأن النصر بالنسبة لنا لغريب جدا. شكرا جزيلا لك سيد صلاح جابر، رئيس مكتب حركة تحرير السودان في باريس وناشط حقوقي ومحامي. شكرا جزيلا.